السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. هقول لكم النهاردة سر المصانع والشركات في تدخين والطراوة والنعومة اللي بتكون عليها الفراخ اللي بنشتريها من السوبر ماركت أو الديك الرومي أو صدر الديك الرومي. الطعم والطريقة بتاعت التسوية النهاردة حصري بجد ومحدش عملها قبل كده. وكمان التكنيك بتاع الشغل بتاعها حلو جدا. 6 صدور من الفراخ حطيت عليهم كيسين من الملح وسبتهم ليلتين. ممكن تسيبوهم ليله كام، يعني المهم توصلوا للمنظر ده من الفراخ فقدت الميه اللي فيها خالص وبقت مقدده كده وناشفه. بعد كده انا هغسلها من الملح، فهسيبها ليله كامله وبعدين هغير عليها الميه زي ما انتم شايفين كده. بدات الملوحه اللي جوه الفراخ تنزل تاني. ده جزء بس من التسويه بتاعتها، ان انا بنقعها من الملح. ده مش تنظيف للفراخ، ده جزء من التسويه بتاعتها لان التسويه بتاعتها مختلفه تماما. وبعدين تاني يوم غيرت عليها الميه وحطيتها تاني في التلاجة برضو تفقد الملوحة اللي فيها، لان انا عايزة طعمها يكون هادي وما يكونش فيها ملح زيادة. حطها ليلة كمان في التلاجة تفقد الملوحة اللي فيها خالص. يبقى كده سيبناها يومين في التلاجة، ولو حبيتوا تسيبوها اكتر برضو مفيش مشكلة. وبعدين هغسلها كويس قوي لما اجي بقى اطلعها علشان اشتغل فيها. هغسلها كويس قوي، وبعد ما نغسلها كويس قوي ونشطفها كام شطفه كده حلوين، نجيب فوطه مطبخ كده وننشفها كويس قوي. مش عايزين عليها اي ميه، لانه الاصل في الفراخ بتاعتنا دي، وخصوصا الصنف الاولاني اللي هعمله منها اللي هو طعم البسطرمه، انها تتهوى في الهواء. لكن انا شفتهم في فيديوهات اجنبيه بيسووها في جهاز، فجات لي بقى الفكره اللي هوريها لكم النهارده. فكره هتكون حلوه قوي، وبجد طلعت معايا حلوه حلاوه مش طبيعيه بجد، زي الجاهزه بالظبط واحلى كمان. لانها طبعا فراخ فريش. اول تتبيله عملتها للفراخ تتبيله بسطرمه، توابل بسطرمه. انا كنت عملت معاكم فراخ البسطرمه قبل كده وقلت لكم على التوابل بتاعتها كلها. بابريكا وتوم باودر وحلبه حصى مطحونه، ويعني كل التوابل بتاعه البسطرمه. تمام، زي اي بسطرمه سواء بسطرمه لحمه او بسطرمه فراخ. هتلاقوها في فيديو البسطرمه التوابل بتاعتها. فهي جاهزه من وقتها وهي عندي. كزبره ناشفه وشويه شطه كده، وبابريكا كتير. ودي اول تتبيله كانت طعم البسطرمه. تاني تتبيله بقى بنكهه البابريكا المدخنه. هغلفها تماما وهي ناشفه خالص بالبابريكا المدخنه وبس، مش هحط عليها اي حاجه تانية. الفراخ دي بنغطيها كده ونلزق فيها التتبيله كويس قوي زي ما انتم شايفين، ونسيبها في التلاجة ليله كامله، برضو يوم كامل كده، ومكشوفه زي ما انتم شايفين. انا حطاها في اطباق مكشوفه كده، مش هغطيها ولا اي حاجه. انا عايزاها في التلاجة تنشف كده. التتبيله يعني اولا يعني تدخل فيها شويه، وفي نفس الوقت تنشف عليها، بحيث ان انا لما اجي اسويها ما تقعش من عليها. هغلفها كويس بالبابريكا. وبعدين اخر واحده بقى اللي هي دايما بنعملها في الغدا كده او على العزومات. الاتنين دول عاده ما للفطار للعشاء كده يعني. انما التانية بحب ادخلها دايما في الغدا، فحتى تسويتها هتكون مختلفه شويه، وتتبيلها برضو هيكون جوسي، مش بودر ناشف كده. خلصنا البابريكا نركنها على جنب. والاخيره بقى دي هحط عليها كده فص ثوم ومعلقتين من الصويا صوص، ومعلقتين من الكاتشب او اللي هو الصوص، وزعتر. تمام، هفتكر اسمه دلوقتي واقول. وبابريكا برضو. ويعني ايه، ادلكها بالتتبيله شويه، وبرضو هسيبها في التلاجة مكشوفة. هي ليلة واحدة بس او 12 ساعة مثلا بنتبلهم فيها. التسوية بتاعت الأخيرة دي هي اللي مختلفة، علشان زي ما قلت لكم دي بنستخدمها للغدا. دي بحطها في الاير فراير ربع ساعة على نار عالية، أعلى حاجة في الاير فراير، وهي 200 درجة. دي أعلى حاجة في الاير فراير. كأني بحمرها من على الجنبين اول 7 دقايق، وبعدين اقلبها على الوش التاني بعد 7 دقايق علشان تتحمر من على الجنب التاني. ده بيخليها انشف شوية من يعني التانيين اللي هنسويهم دلوقتي. هوريكم كمان تسويتهم غريبة ومختلفة طبعا. انا ما جربتهاش في الفرن، بس لو عندكم فرن يوصل درجة حرارته ل70 درجة مئوية فممكن تجربوها في الفرن.
لكن انا عملتها في الاير فراير طلعت معايا ممتازه بجد. هحطهم بقى خلاص بعد ما دي سويتها ربع ساعه من على الجنبين، كل 7 دقايق من على جنب. ده بيديها نشفان شويه، بيخليها ناشفه، الكفر بتاعها كده ناشف، ومن جوه طبعا طريه وجميله. بعد كده حطيت بقى باقي الفراخ اللي بالبابريكا واللي بالبسطرمه، وههدي النار درجه الحراره خالص على 80، لان دي اقل درجه حراره في الاير فراير، المفروض تساوي على 70. وهشغل الاير فراير لمده ساعه كامله، وبعد الساعه دي هزود نص ساعه كمان، لان برضو اكتر درجه حراره ممكن توصل لها الاير فراير ساعه كامله، او اكتر وقت ممكن توصل له الاير فراير هي ساعه. زي ما انتم شايفين انا بخرجها من الاير فراير قادره امسكها. ليه؟ لانها يعني درجه حرارتها هاديه جدا، متساويه على درجه حراره 80. ساعه ونص، ساعه ونص متساويه على درجه حراره 80. طلعتها من الاير فراير، ان لقيت بس البابريكا والبسطرمه عشان الاتنين كانوا فوق بعض كده، كانوا عايزين تكه كمان، حطيتهم ربع ساعه كده مفرودين بعد ما شلت الاولانيه، لانها دي كانت اكتر حاجه مستويه. شلتهم بقى في التلاجة ليلة كاملة لحد ما سقعوا تماما، وكنت مغطياهم طبعا بعد ما طلعوا بقى من الاير فراير، غطيتهم وحطيتهم في التلاجة ليلة كاملة. وبعد كده بقى التقطيع، شوفوا جمال التقطيع وشوفوا جمال الطعم، وكأنهم منقوعين في التتبيلة دي بقالهم يومين 3، احنا ما نقعناهمش في التتبيلة غير 12 ساعة او ليلة، مش اكتر يعني. المدة بتاعت التتبيل ما كانتش طويلة، مدة التمليح هي دي اللي خدت مننا وقت علشان ننزل يعني، أو يعني ندي جزء كبير من التسوية. ده صدر واحد لما قطعناه، عايزه اقول لكم الكميه بعد التسويه ادتني حوالي كيلو من صدور الفراخ المدخنه. طبعا انا ما دخنتش، بس هي طعمها مدخن عشان البابريكا المدخنه اللي اتحطت في النوعين دولي. انا ما حطيتش بس في البسطرمه، والبسطرمه طعمها بسطرمه تحفه جدا جدا جدا، تتاكل بقى كده في سندوتشات خطيره يا جماعه. انا بعملها لهم في سندوتشات المدرسه، وكمان في اي بقى صواني بيتزا، صواني بطاطس بالبيض، صواني بطاطس كده، بطاطس البيتزا، السحور، الفطار الهيلسي، الحاجات الكتير اللي بنحتاج فيها الاكلات دي. طبعا زي ما انتم شايفين راميه كميه كبيره جدا ما شاء الله. دول ال3 صدور الاولانيين، ولسه 3 صدور التانيين هقطعهم بعد ما اعمل الساندوتشات. عايزه اقول لكم بجد طعمها كان هايل جدا، ونعومه الصدر معايا كانت خطيره زي الجاهز بالظبط. انا اكتر حاجه ما عرفتش اوصل فيها للجاهز التقطيع، ما عنديش آلة تقطع زي التقطيع بتاع المحلات، بس ان شاء الله يعني هي دي بس الحاجه اللي هتلاقوها مختلفه في الوصفه. غير كده هتلاقوا وصفه بجد وتكنيك بتاعها خطير جدا ورائع. انا عملت معاكم فيديو البسطرمه قبل كده، لو حابين تعملوا البسطرمه بقى اللي هي بتتسوى في الهوا خالص، هتلاقوا الفيديو موجود في القناه. هتلاقوه كمان يعني من الفيديوهات المميزه جدا. ويا رب الفيديو ده يكون عجبكم، اكتبوا لي رايكم في التعليقات وجربوها. باي باي.